هعمل النهاردة كيكة الانجليش كيك. كيكة لذيذة جدا وغنية وطعمها لذيذ قوي، ودي من الكيكات المفضلة عندي. جربوها وان شاء الله تعجبكم. تعالوا بقى نشوف المقادير بتاعتنا هتكون عبارة عن ايه. اول حاجة طبعا هنحضرها هي المقادير الجافة، وهي عبارة عن 2.5 كوب من الدقيق، وكمان باكو من البيكنج باودر، ورشة ملح. هنسيبهم كده على جنب. وهاجيب 150 جرام من الزبدة، ولازم تكون بدرجة حرارة الغرفة. هضيف ليها كوباية من السكر، وهضربها بالمضرب لحد ما السكر يدوب والقوام يبقى كريمي طبعا ولونها يفتح. ولازم تكون الزبدة بدرجة حرارة الغرفة عشان تبقى سهلة معانا في الضرب. اهو ده القوام اللي احنا عايزينه. وبعدين هجيب 5 من البيض، ولازم برضو البيض يكون بدرجة حرارة الغرفة. هبتدي بقى ان انا اضيف للبيض فانيليا عشان ريحتها تبقى حلوة، وكمان معلقة من الخل. الخل هنا وظيفته ان هو بيضيع زفارة البيض، وكمان بيبقى محسن كويس قوي للكيك. هبتدي بقى ان انا اضيف البيض يعني بالتدريج واحدة واحدة. هضيف بيضة وبعد كده هضربها لحد ما تختفي، وهكذا بالشكل اللي احنا شايفينه ده. طبعا 2 وقعوا كده مرة واحدة مش مشكلة، هنضربهم لحد ما يختفوا، وبعد كده هنكمل الباقي بالشكل اللي احنا شايفينه ده. ولازم نضرب البيض واحدة واحدة لحد ما يختفي، وهكذا بس كده. وبعد كده هضيف ربع كوباية من الحليب الدافي، وهضربه كده. وبعد كده هبتدي بقى ان انا انزل بالمواد الجافة اللي احنا حضرناها في الاول، اللي هي 2.5 كوب من الدقيق والبيكنج باودر ورشة الملح. وبعدين هضربهم كده بالمضرب لحد ما هتبقى عجينة كده وقوام واحد بالقوام اللي احنا شايفينه ده. وبعدين هجيب الاسباتولا وهبتدي بقى ان انا الم العجينة واتأكد انها بقت حاجة واحدة، بقت بالقوام اللي احنا شايفينه ده. هنا جبت قالب الانجليش كيك دهنته بالزبدة، وبعدين هبتدي بقى ان انا اضيف العجينة فيه. العجينة بقى لما اضيفها في الانجليش كيك يعني عايزة املاها كده، يعني تكون تلتين القالب، ما تبقاش اقل ولا اكتر. بالشكل ده هفردها كويس جدا في القالب. واتأكد ان مفيش فيه فراغات في النص. وهعمل خط كده واحطها طبعا في الفرن على درجة حرارة 180 لمدة 45 دقيقة. بقت بالشكل وباللون الجميل ده. بجد كيكة لذيذة جدا وطعمها جميل جدا وغنية كده، ريتشي كده، عالية عالية. طبعا هنطلعها من الفرن ونسيبها تبرد، وبعد ما تبرد هنبتدي بقى ان احنا نقطعها، وبتبقى لذيذة جدا لو حطيناها في التلاجة، بيبقى طعمها جميل قوي. بس كده وصفتي خلصت، يا رب تكون عجبتكم. لو عجبتكم متنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في قناتي، وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. والى اللقاء في فيديو جديد.